الكل نعرفوا انه الاعتدال باهي، لكن نفرض الظروف خلتك تختار بين حاجتين متناقضين، انك تكون مع شخص سريع التعلق وانك تكون مع شخص عنده خوف من الالتزام. خلينا نقارنوا بيناتهم باش نجموا نختاروا. سريع التعلق مشاعره واضحة من الأول، أما اللي عنده خوف من الالتزام ما يصرح لك بشيء ويخليك ديما تتسائل. الصراحة تتقال زاد اللي عندهم خوف من الالتزام جينيرالمون ما يكونوش ملتزمين في العلاقة. أول ما تصير حاجة أو تتقال حاجة تدل على أنه العلاقة ولا جدية، اللي عنده خوف من الالتزام ما عادش باش تلقاه. أما سريع التعلق باش يبقى. سريع التعلق زاد ما يضيعولكش وقتك، من الأول يبداو واضحين ويفهموا كل شيء. أما اللي عنده خوف من الالتزام يضيعولك برشا وقت، خاطر يلزم تبقى معاهم مدة طويلة باش في الآخر تفهم اسكو باش تكملوا ولا لا. من أهم أسباب الخوف من الالتزام هو التخلي عن الحرية، وإنك تتربط بواحد برك وتنحي الأشواء الآخرين الكل، الحاجة اللي مش موجودة عند سريع التعلق. خليونا تو نشوفوا الأمور من الشيرة الأخرى ونشوفوا مزايا الخوف من الالتزام. أهم ميزة هي عدم التسرع في الوعود، خاطر على عكس سريع التعلق ما يعطيش وعود بدافع عاطفة. حكم زاد انه يمشي بمخه اكثر من اللي يمشي بالعاطفه، يكون واقعي اكثر في بناء العلاقات، ويكون واقعي اكثر في الاهداف متاع العلاقه. اللي عنده خوف من الالتزام اذا كان قررت انت انك تنهي العلاقه معاه ما يتاذاش بسرعه، على عكس سريع التعلق. سريع التعلق زاد بحكم عاطفتهم وبحكم انفعالهم السريع التعامل معهم يكون صعيب شويه، بينما اللي عنده خوف من الالتزام يكون فما مرونه في التعامل وفي التواصل. اكثر حاجه تقلق في سريع التعلق هي الخنقه، تحسهم يخنقوك مش نورمال. لكن اللي عندهم خوف من الالتزام يعطيك مساحتك اكثر. وتوا قول لنا شنو يكون اختيارك في الحالة هذه.